السلام عليكم متابعيني، واهلا ومرحبا بكم بقناتي مطبخ عراقي. يلا وياي هنسوي الروتين ونسوي غدا. هنا بنات ضفنا الزاهي، رشة مي، وهسه حرش هذا معطر الأرضيات اللي يجنن. طبعا دائما انا احب اضيف معطر أرضيات ويا الزاهي، يطلع ريحة كلش حلوة. بنات هنا لازم نجلف القاع جلفة زينة لحتى تطلع تلمع، يعني اليوم لازم نسوي بيها لمعة لأنه هاي الجلفة ما قبل الفرش. وأخيرا كملنا فرش. وهسه قولولي إذا جرشتوا. طبعا هذا الفراش هنا ما كفى، وقت عندي هاي المساحة بدون فراش. انتو هسه تقولولي الفراش متناسق لا ويا الأرضية ولا ويا الكاونتر. هسه أقول لكم إن شاء الله، بس الله يرزقني أشتري فراش جديد إن شاء الله، مثل ما رزقني واشتري كاونتر أشتري فراش جديد. وهسه قولولي إذا جرشتوا. هنا شعلت لكم الصوبة هاي علقتها بعد روتين غسل وجلف وفرش المطبخ. وهنا بنات فرشنا وكملنا فراشنا الحلو ورتبنا المطبخ، صار يلمع لمع. هسه احجولي منو بيكم مبراد ويبرد هواية بالشتاء؟ طبعا هو وين اكو شتاء؟ بالعراق ماكو شتاء، بس ما دام اجانا شهر 12 احتراما لشهر 12 لان هو كبير اخوته، فرشنا ولبسنا شتائي. وهسه شوفوا هنا كملنا والحمد لله. ومن بعد ما فرشنا وكملنا ونظفنا المطبخ والكاونتر وغسلنا، هسه هننتقل للغدا ونسوي غدا ان شاء الله احنا وياكم. نسوي غدا على حسب الاصول. هسه حنسوي كباب عروق عراقي او نسوي كباب الطاوة. طريقة جدا سهلة ومبسطة وان شاء الله تعجبكم. تابعوني للأخير وسووا لايك واشتراك، اشتركوا بالقناة. وهنا بعد ما كملنا فرش وتنظيف وجلف هنتوجه للغداء ونسوي الغداء. هنا حنسوي كباب عروق بالطاوة أو المقلاة. ويلا وياي نتعرف على المكونات وطريقة العمل. بداية بنات اللي ما مشتركة بالقناة خلي تشترك بالقناة وتنورنا وتكون جزء من عائلتنا، واللي مشتركة اضغطوا لايك واكون ممنونة. السلام عليكم متابعيني، واهلا ومرحبا بكم بقناتي مطبخ عراقي. شلونكم بنات؟ ان شاء الله يا ربي الكل يكونون بألف خير وصحة وسلامة. هنا بنات وهسه بنات حنقدم وياكم كباب الطاوة، كباب طاوة عراقي بحت. اول شي بنات احتاج الى 400 جرام من اللحم المفروم. وللخضار احتاج 3 حبات من البصل، هذا ويا البصل. احتاج الى 3 حبات من البصل، 3 حبات من البطاطا، حزمة من البقدونس او الكرفس، وهنا عندي حبة من الفلفل الاخضر الرومي وحبة من الطماطم. بنات احتاج الى ما يقارب كوب من الدقيق او الطحين متعدد الاستعمالات. هنا هاي التوابل، بس لحظة. بنات هاي التوابل احتاج للكركم والبهارات السبعة والكمون قليل من الفلفل الأسود، واحتاج إلى قليل من الفلفل الأسود. وهسه حنبدي نفرم الخضار.
وهنا بنات راح ابدي افرم هنا بنات قطعت الصوت لحتى لا يصير مزعج، وبديت افرم بالخضار. يعني اول ما ضفت البطاطا، ومن بعد ما اكمل فرم البطاطا هنا كملته. هنا حبي افرم البصل بعد ما فرمت البطاطا، واخلي محضرة الطعام وهمين افرمه وياكم حتى لا يطول الفيديو يصير صوته ازعاج. بنات هنا ضفت الخضار واللحمة كليتهن سوا، انا ضفتهم هسه بدي اخلطهم. نقول بسم الله بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. بهالأثناء بنات راح أبدي أضيف هاي التوابل اللي تعرفنا عليها، ونقول بسم الله نخلطهم. هنا راح أبدي أضيف طحين أو الدقيق. طبعا بنات ما راح أضيف مي، لأن الخضار راح يطلع السوائل، وهذا نكون عجناه ما يحتاج أضيف مي. كمل عجن وأرجع وياكم. بنات هنا عجنتها وكملتها عجن وصارت بهالشكل هذا. هسه راح انتقل للطباخ ونروح نقليها سوا. هنا بنات انتقلنا للمقلاة وبدينا نقلي الكباب. كباب طاوة جميل. صار جاهز تقريبا استوى وقست من جوا. هنا بنات بعد ما قللتهم لحد اطلعهم من المقلاة واقطعهم بالدقيق. وهاي ثاني شوفوا صار كباب عندي جميل. الكباب طاوة من ايدي وحسب ايدي. هنا بنات راح اطلع الكباب من المقلاة هالشكل واضيف وجبة ثانية. بدي اضيف وجبة ثانية وبسم الله. وهسه بنات ضفنا الوجبة الثانية من كباب الطاوة. وهاي دوان بيسلم عليكم دودو. السلام عليكم. بعد شلونكم بنات؟ شلونكم بنات؟ شلونكم بنات؟ شجعونا، سووا لايك واشتركوا بالقناة. باي باي، أحبكم هواي.
بناتي هنا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون نال استحسانكم وإعجابكم ورضاكم. وهذا كباب الطاوة هسه شوفوا صار بهالشكل هذا. اكتبوا لي بالتعليقات إذا عجبكم الفيديو، وإذا عجبتكم أي طبخة وحابين أطبخ لكم إياها، أو أي روتين، أو أي واحدة عندها قصة أو أي شيء، اكتبوا لي بالتعليقات إن شاء الله. الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتعليقاتكم الحلوة، وصلوني لأكبر عدد ممكن. ألتقيكم في فيديو جديد إن شاء الله. أترككم في أمان الله وحفظه. بنات هنا مدينا السفرة وخلينا عليها الأكل، وهذا الكباب والقسمة. الله سهمنا وسهمكم العافية. شوفوا هنا صارت بهالشكل هذا، والحمد لله والشكر. ربي يطعم كل جوعان ويرزق كل محتاج، وإن شاء الله يا ربي. واللي ما عنده ذرية إن شاء الله يا ربي يرزقه بالذرية الصالحة، واللي ما عنده بيت يرزقه بأحسن وأفضل بيت، واللي ما عنده عمل إن شاء الله يا ربي يرزقه بأحسن عمل أحسن وظيفة، ويرزقنا وإياكم من الطيبات والصالحات يا رب العالمين. وإن شاء الله يا رب الرزق والتوفيق للجميع، لكل أمة محمد جميعا دون استثناء.